في وقت من الأوقات كل واحد فينا بيعدي بظروف صعبة، وقت بيحس إن الدنيا قافلة في وشه وإن مفيش حد حاسس بيه. بس الغريب إن في الوقت ده بالذات ربنا بيبعت لك حد، ممكن مكالمة، ممكن رسالة، ممكن كلمة بسيطة. مرة سمعت جملة عجبتني، إن ربنا مش دايما بيشيل عنك الحمل، لكن بيقوي ظهرك عشان تستحمل وتكمل. وفعلا في ناس دخلت حياتنا في أصعب أوقات وكانوا سبب إن احنا نكمل. ولو اديت حد مثل عليا أنا شخصيا عشان أبقى مقتنع بيه وأنا بقوله، يعني في يوم كانت الدنيا مقفولة معايا ومش عارف أعمل إيه. وقفت على البحر، بصيت للسماء وطلبت من ربي الفرج القريب العاجل، وبقيت تايه مش عارف اروح فين ولا اعمل ايه. والمشكله ان اللي حواليك مش حاسين بيك، ما يعرفوش حاجه، كله همه نفسه بس، كله همه انه يلاقي حد يحل له مشكلته او يسمعه، لكن انت فين من ده؟ محدش حاسس بيك. وفجاه تجيني مكالمه من حد مفيش علاقه ولا تاريخ علاقه بيني وبينه، يعني مجرد لسه معرفه قريبه، يسالني وسبحانك يا رب من صوتي يحس ان في حاجه، يصمم ان انا اروح له واقابله. وانا طبعا مش قادر، لما الواحد بيبقى في حاله نفسيه مش حلوه او الظروف ملطشه معاه ما بيحبش يقابل حد او يروح لحد، بيبقى لوحده كده لحد ما يفك ويروح. الناس ملهاش ذنب يشوفوني بالمنظر كآبة او منظر زعل، ما لهمش ذنب، ولكن ده صمم ان انا اروح له. وفعلا رحت. تخيلوا اني كنت واقع من الجوع، الاقيه يعزمني على الغدا ويغديني. طبعا هو مش عارف في ايه الخلفيه في ايه. واتكلمنا، ما حكيتش على اللي جوايا ولكن اتفك عني دقيقه. حسيت ان في حد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعته لك، وانك تحس ان ربنا بيطبطب عليك. صدقوني ممكن تبقى اختبارات من عند الله، واكيد اختبارات، ربنا ما بيجيبش لينا حاجه وحشه. رب سبحانه وتعالى ساعه الضيق بيفرجها عليك بطرق مختلفه، بس عايز الواحد مننا يبقى عنده صبر، عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، ان مش كل ما اتضايق او يحصل لي ظروف اقول انا بختي كده، انا نصيبي كده، اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده. لا، ربنا شايل لك الاحسن والخير. وجايز الزنقه والضيقه اللي انت فيها دي بتكشف لك ناس كتير، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفوقك. شوف مين اللي واقف معاك في ظهرك، مين اللي سندك، مين اللي حس بيك من غير ما تتكلم. واجمل شيء ان يكون في حياتك شخص يحس بيك من غير ما تنطق. طبعا دي هتلاقوها في الام اكتر واحده تحس بده. المشكله ان احنا في حياتنا في ناس مش باصه ليك انت في علاقتها معاك، باصه لنفسها وبس. ما بقولش انها تبص ليك انت في مشاكلك وخلاص، لكن المفروض ما دام بيحتاجك في شيء يبقى لازم يحس بيك ويساندك ويبقى في ظهرك. خليك دايما فاكر وعارف ان ساعة الشدة وجات لك مكالمة او كلمة بسيطة او رسالة، ان دي صدفة، دي تدابير ربنا سبحانه وتعالى. لان ربي سبحانه وتعالى عارف ان الانسان بيضعف، وعشان كده بيبعت له سند. بس خليك فاكر الناس اللي وقفت جنبك وقت الضيق وقت الشدة. خليك فاكر ان الناس اللي وقفت معاك دي ساعة وقعتك دول كنز حافظ عليه. ولو ربنا بعت لك حد عشان تسنده ما تتأخرش، لأنه ممكن تكون أنت الرحمة اللي رب سبحانه وتعالى بعتها لحد. وافتكر دايما الجدعنة وقت الضيق مش بتتنسي. خلي بالكم، حياتنا كلها تجارب نتعلم منها، بس احنا للأسف يا بننسى يا ما بنشوفش. في ناس كتير تقعدوا تديلهم وتقفوا جنبهم، وأول حد ما تلاقوهوش ساعة ما تقع هم الناس دي. وعشان انتوا قلبك طيب، وعشان قلبك صافي وبتتعامل بنية كويسة وبتتعامل مع الله، فربنا بيبعت لك حد مش في الحسبان، حد انت ما عملتش معاه حاجة اصلا، فربنا سبحانه وتعالى يبعته لك رسالة. اديك عرفت اللي انت وقفت معاه وكنت في ظهره، وساعة ما وقعت سابك اختفى، فربنا يبعت لك حد انت اصلا ما كانش بينك وبينه علاقة جامدة او قوية، وما كانش في حياتك اصلا،
عشان يسندك ويقف معاك، فرب يقول لك اركن ده، خليك مع ده، لانه واقف معاك وقت الشده بدون مصلحه، بدون ما انت اصلا كنت قدمت له حاجه. دي رحمه من عند ربنا. دايما قربوا من الله سبحانه وتعالى، وده اكتر عيب فينا. ربنا سبحانه وتعالى دايما يدلنا علامات واشارات، واحنا للاسف لما نقع في مصيبه ولا نقع في مشكله ولا في ضيقه، يا رب يا رب، ولما ربنا بيفرجها بننسى نقول يا رب.